سلم لي على الدايت. شايفين شكل اللحمه؟ بامانه ايه رايك؟ هو الشكل جميل، لسه فاضل الطعم. طب ما تدوق لنا كده يا ده بصي السموك ده مدخنه. طب خليها له تبرد شويه وارجع لكم يا ولاد. استنوا تبرد شويه ونرجع. تعالي بقى اقول لك، لو انت دايما بتعدي على صف المكرونه وبتلاقي المكرونه الغريبه العجيبه دي، تعالي بقى اقول لك صندوره يعني مش اخترعت لها، بس لقيت فيها اسهل وصفه ممكن تتعمل لو صحيتي متاخره وفي شعب واقف مستني ياكل. هي دي المكرونه بتاعت العربيه ولا غيرها؟ لا هي دي المكرونه اللي دفعت فيها دم قلبي. استهدى بالله بس. هي بس المكرونه يا ولدي كل حاجه تتحل، كل حاجه تتحل. مش عايز اكلها صدقني. لا مش هي، التانية كانت قلبه، مش هي. استنى تعالوا بقى اوريكم شكلها من جوه عامل ازاي. انا بجد مش فاكره كانت في حدود كام، بس هي بتبقى ب$3 ب4، يعني مش هتعدي ال$5 يعني. اوكي اهي شكلها. بصوا شايفين شكلها عامل ازاي؟ هما بيجوا صفين. تعالوا بقى نجهز لها البشاميل واللحمه المفرومه واوريكم ممكن نعملها ازاي. سخن الدقيق الحلو. بصوا هحط يعني اهو، انا على حسب ما انا هشوفها يعني قدامي. انا قلت لكم انا فاشله في موضوع الريسبي ده. صدق على فكره موضوع الطبخ ده جاي معايا بالصدفه البحته. يعني انا مش عايزه يبقى قدامي عجينه، يعني انا عايزاه يبقى سايب كده شويه. خلاص. وفي ناس بتضربه اصلا كله مع بعض في الخلاط. وحاجه تاني بقى، هل انتوا من الناس اللي بتحب تحط البيضه جوه البشاميل ولا على الوش؟ عشان لو على الوش يعني ما اعرفكوش تاني. طيب بصوا، يعني هي مش عجينه متماسكه 100%، ولكن هي مميميه كده، فاهمين؟ اهو نفس الشكل ده. خلاص هحمرها ونرجع اوريكم كمان برهطا. بصوا شايفين سايله ازاي؟ مش ماسكه خالص، مش عجينه. وعلى فكره انا ما بحبهاش عجينه عشان بتديني هارد تايم وبيبقى فيه تشانس انها تكلكع. ويعني حتى ايفن انا في البشاميل العادي الطبيعي اللي انا بعمله ما بحبهاش مكلكعه، وما بمشيش بمقادير، بمشي بالبركه. حمر وشم ريحته. هطش اللبن وقلبي بسرعه. انا بقى نفسي اوريكم ان هو مفيش ولا كلكعه قدامي خالص ولا اي حاجه. بس كده. انتوا معقدين ليه الكوكب يعني؟ بالنظر، لا 6 معالق ولا 9 كوبايات ولا اهو. بالحب كل حاجه تمشي بالحب بجد. انا بامانه الحاجه الوحيده يعني البيت اللي انا طلعت منه، الحاجه الوحيده اللي احنا كنا بنمكيلها هي النواعم، لكن غير كده ما كناش نعرف اي مكيل. واعتقد كل الناس القديمه كان عندها نفس الشيء ده، ما بيكيلوش باي حاجه. كانوا يحطوا الدقيق في الطبق عليه حته الخميره، كانت كمان مش خميره فوريه، كانت خميره حلوه كده، عارفين اللي هي الحيه دي اللي كنا بنشتريها. وكانوا بيعجنوا ولا مقادير ولا بتنجان. بصوا اهو هرجع لكم بقى بعد ما يمسك. مفروم بقى، بصلايه حلوه نزلت عليها بلحمه، دول 80-20. صلصه لذيذه اهي. خلاص حبه كده، حبه حلوه. على فكره انا كمان لما حد بيقف معايا ساندرا نحط اللي حبه حلوين. ايه الحبه الحلوين دول؟ معرفهم. انا على فكره سبكتها حلو، وعايزه بس اوريكم حاجه اختراع، لانه اللي هيبقى في امريكا هيبقى عارف انا بتكلم في ايه. احنا عندنا هنا دايما في امريكا عندنا مشكله في ريحه اللحمه المفرومه، ما تفهموش ايه فيها، مش قادره افهم. خلاص ان شاء الله الخطه الخماسيه الجايه هجيب فرامه وهفرم انا لحمه في البيت. ده توابل تاكو اهي، شايفين شكلها عامل ازاي؟ توابل التاكو دي بتبقى فيها ريحه حلوه قوي، فانا بحب احطها بس على اللحمه المفرومه بشتى انواعها. يعني اعملها في مكرونه بشاميل، هعملها في اي حاجه داخله فيها اللحمه المفرومه، بحب احط عليها الريحه دي، تديها ريحه حلوه، بتغير من ريحتها. لان انا مش قادره افهم ليه الريحه دي بتعمل كده. يعني بتبقى ريحه مش وحشه، بس عارفين لا في ريحه احلى من كده يعني. خلاص هسيبها بقى تتسبك مع نفسها. انا ما عملتلهاش حاجه، انا حطيت عليها بصل، صفرت البصلايه، نزلت عليها باللحمه المفرومه لحد ما ابتدت تستوي مع نفسها. وبعد كده اقلل البشاميل. عندي بارميجان تشيز، وبارميجان تشيز مش عشان هي في الخطوه دي بس يعني، بس انا بحطها مع البشاميل. جربي الخطوه ديت
بتنقل البشاميل في ريحه وطعم تاني في حته تانيه خالص. يعني انا ما بستخدمهاش على فكره غير بس للبشاميل، ما بجيبهاش في حاجه تاني خالص. تمام. هتخانق مع العيال هتستغربوني، بس انا الصراحه بتعامل مع البشاميل بطريقه مش الطف حاجه، يعني ما بديهوش هيبته زي ما الناس التانيه بتديه. عندي مثلا هنا حته جبنه اتبقت من الفطار برميها فيه تحسوا ان انا بتعامل معاه معامله المش بالظبط. ماشي. عندي مثلا جبنه صفراء هي باقيه يعني اوريدي انا هرميها، يعني انا اوريدي هرميها، انا سبتها على الكاونتر وهي نشفت، فهروح احطها في البشاميل عادي عادي عادي. هجيب حته كريم تشيز دلوقتي وهحطها تسيح في البشاميل. كل ده هسيبه هنا كده في البشاميل واسيب البشاميل مع نفسه. عارفه لو اتعاملتي معاه باستحقار هيطلع معاكي بشاميل محترم. لو عملتيه باحترام وماكلتيه وقعدتي تقولي 3 دقيق و6 سمنه ومش عارف ايه، هيطلع معاكي بايظ. اسمعي مني. عندي اهي كريم تشيز صغنونه اهي، هعمل كده وهسيبها تسيح. وعلى فكره انا موطيه عليه، يعني انا ما اعرفش انتوا شايفين النار ولا لا، بوطي عليه خالص وبسيب الدقيق يستوي مع السمنه. احنا اوريدي عملنا كده في الخطوه الاولانيه، ولكن بنسيبه. ولو حد هيطلع يقول لي ساندرا ايه طريقه البشاميل دي طريقتي انا، دي طريقه حتى امي اكيد لو شافت الطريقه دي هتستعر مني فيها عادي جدا، بس بيطلع شويه بشاميل يا لهوي. شايفين ميكس ما بين الجبن، جبنه اديها جبنه تديكي طراوه على طول. الحلقه كلها هتضيع في البشاميل بدون اي معايير. هل انا من ساعه ما ابتديت الفيديو قلت لكم معيار؟ ولا الهوا ولا هتلاقوا اصلا. على فكره بامانه انا وقفت السلسله عشان خاطر يعني هقول لكم يطلع لكم حطوا شويه، اقول ايه. طبعا هو ابتدى يتقل، هسيبه بقى الجبن مع بعض تسيح وكل حاجه تسيح، وهحط عليه الملح والفلفل ونكمل. عملنا اللحمه المفرومه وعملنا البشاميل. وعلى فكره اللحمه المفرومه ممكن ما تحطولهاش صوص خالص، بس انا في المكرونه دي بالذات بحب احط لها صوص عشان بعملها معامله اللازانيا. خلاص ادي الصوص شكله اهو. خلاص هجيب بس بيضه، وعقبال ما اجيب البيضه وارجع الاقيكم سايبين لي كومنت حلو وشير على طول ولايك اهي. حطيته لايك شير كومنت كده، يعني اتفرجوا وانا بشتغل عادي. طيب اديها اهي، همكسدها كده في القالب من تحت. حبه حلوين عشان بشاميل احنا مش سلقينها، وانا ما رجحش انكم تسلقوها عشان هي هتتهري معاكم. صدقوني بالبشاميل هتبقى كويسه خالص. خلاص ادي شكلها. لا دي ما بتتسلقش اهي عشان في حد يطلع يقول لك هنسلقها. هعمل معاكم واحده وبعد كده هرجع، يعني هخلص الباقي وبعد كده هرجع لكم. بس نحشيها زي المحشي كده. انا بتعامل معاها معامله، قلت لكم لو اتعاملتوا مع الحاجات دي معامله نظيفه هتبوظ. تعاملوا معاها معامله استحكاريه، اللي هو احنا بنعرف نعملكم اصلا انتوا مين يعني. خلاص اديني حشيتها اهو بنفس المنظر ده، وهتقع الناحيه الثانيه الحاجه، وهنيمها بالمنظر ده. هخلص وارجع لكم. ثق فيا ثق فيا. بعد انا عايز الفاينل. ما تقلقش، اقفلي بس الكاميرا عقبال ما اخلص. اقفلي. بصوا بقى عظمه، بنعمل عظمه في قمه السرعه. شايفين الجمال وتغلغل الزبده مع السمنه والمكرونه من تحت. الله، ايه رايك؟ طبعا احنا حاطين جبنه، يا رب اطلعها بس سليمه اهي. استنوا بقى اجيب سكينه ونقطع كده من النص ونعرف هنشوف ايه. الدنتي اللي بيحبها الدنتي يعني ممكن يزودوا عليها سوا. لو استوت زياده هتتفتح تتقطع، فهي لازم تطلع الدنتي شويه اللي هي ايه شد شويه. بشاميل بقى جربوها بقى وقولي رايكم في الكومنتات، وما تنسوش لو عجبتكم تشيروها. واسمع بقى رايكم مكرونه الامريكان صندوره عملتها مصري.